إسرائيل سمته الملاك وافتكرت إن هو المنقذ. أشرف مروان مش أي حد، ده كان زوج بنت الرئيس جمال عبد الناصر، وبعدها بقى مدير مكتب السادات ومن أقرب الناس للبيت الرئاسي، يعني في قلب القرار وفي قلب الخطة. وإسرائيل سمته الملاك وافتكرت إن هو المنقذ وقالت عليه عاملها الكبير، لكن الحقيقة اللي واضحة زي الشمس إنه كان ملاك مصر اللي ضحك عليهم. بلغ الموساد بتوقيتات عن الحرب خاطئة وقدر يضللهم، فناموا وهم مطمنين وصحيوا على زلزال 6 أكتوبر العظيم. أكبر جهاز مخابرات في العالم اتفضح قدام نفسه بخطة مصرية محكمة عبقرية تتوارثها الأجيال. وأشرف مروان مش عميل لإسرائيل، ده سلاح من أسلحة مصر، بس سلاح العقل، سلاح استخدم العقل بدل الرصاصة، وكتب جزء كبير من أعظم انتصاراتنا في التاريخ.